هو ازاي بعد الفيديو ده هيكون عندك بكل سهوله فريق كامل من الايجنتس في الذكاء الاصطناعي؟ يعني مثلا واحد متخصص في الايميلات، واحد في المواعيد، واحد في الملفات، وكلهم شغالين في نفس الايجنت. الكلام ده زمان ما كانش ينفع في انت ان، لكن دلوقتي بعد التحديث الجديد انا جربته بنفسي وكلهم شغالين مع بعض اكنهم تيم بجد. في الفيديو ده هوريك خطوه بخطوه ازاي تبني مالتي ايجنت سيستم كامل، وازاي تستفيد بيه في شغلك او حتى مع العملاء بتوعك بدون ولا سطر كود. فلو عايز النظام ده مجاني 100% اكتب لي بس وما تشيلش هم. وقبل ما نبدا، لو مهتم بمجال الاي اي اوتوميشن اعمل لايك واشترك، ويلا نبدا وما نضيعش وقت. واخيرا ان تاني نزلت التحديث الجديد بتاعها من فتره مش بعيده، انك تقدر تحط اكتر من اي اي ايجنتس في ايجنت واحد. طب يعني ايه الكلام ده؟ انا كنت زمان عشان احط كذا اي اي ايجنت او اعمل كذا اي اي ايجنت كنت بقى محتاج اعمل كل اي اي ايجنت من دول في ورك فلو لوحده. يعني مثلا انا عندي هنا اي اي ايجنت مسؤول عن الايميلات، تمام، بيبعت ايميلات، بيستقبل ايميلات، وبيعمل كمان درافت كمسوده. وعندي هنا اي اي ايجنت مسؤول عن المواعيد. طب بيعمل ايه الاي اي ايجنت ده؟ بيعمل مواعيد، بيستقبل مواعيد، وبيشوف المواعيد اللي انا فاضي فيها. طب انا كنت زمان عشان اعمل 2 اي ايجنت او 3 اي ايجنت او حتى 10 اي ايجنتس كنت بقى محتاج كذا ورك فلو عشان اعملهم فيهم، ما كنتش اقدر اعملهم في ورك فلو واحد. دلوقتي مع التحديث الجديد اللي نزل من انت ان، انا اقدر دلوقتي اجيب الاي اي ايجنت بتوعي الاثنين دول واحطهم في اي اي ايجنت واحد. طيب الحكايه تمشي ازاي؟ انا هنا بادئ بايه؟ بتاعي بمسج. يعني انا هنا اول ما ابعت رساله هيروح الرساله جايه كده عند الاي اي ايجنت، والاي اي ايجنت ده يشوف انا ايه طلبي. نعتبر ان الاي اي ايجنت ده المدير بتاعي. هنا المدير اول ما ابعت له الرساله هيشوف انا عايز ايه. اول حاجه هيخزن الرساله، بعد كده يفكر بالمخ بتاعه، بعد كده يشوف هو عنده 2 موظفين، موظف مسؤول عن الايميلات وموظف مسؤول عن ايه، عن المواعيد. هو مثلا انا قلت له مثلا ابعت ايميل كذا كذا مثلا لاحمد، تمام. هو هيروح نازل على طول للموظف بتاع الايميلات، هيشوف الموظف ده بيعرف يعمل ايه. الموظف ده بيعرف يبعت رسائل، الموظف ده بيعرف يستقبل رسائل، والموظف ده بيعرف يعمل درافت مسوده. حلو، يروح منزل على طول هنا المهمه اللي انا بعتها له للموظف بتاع الايميلات. الموظف بتاع الايميلات يخزن الرساله، يفكر في الرساله، وبعد كده يروح واخد الاجراء على طول بالادوات اللي عنده. طب الموظف ده بيعرف يعمل ايه؟ لسه قايل لك بيعرف يبعت رسائل، بيعرف يستقبل رسائل، وبيعرف يعمل درافت مسوده. حلو. طب انا لو سالته عن مواعيد هيروح عامل ايه؟ هيروح جاي للموظف التاني اللي عنده المسؤول عن المواعيد، يروح الموظف ده مخزن الرساله على طول اللي اتبعتت له، يفكر فيها، بعد كده يشوف ايه اللي مطلوب منه. هل ان هو لازم يعمل ميعاد، ولا هل مثلا ان هو لازم يشوف ميعاد او يستقبل ميعاد، يعرف يبحث عن ميعاد معين، ولا يشوف ان في ميعاد فاضي او لا. طب تعالى كده نجرب. انا هاجي كده ادوس على اوبن شات دي، ما تيجي كده اجرب ابعت له رساله. انا بقول له ابعت رساله للايميل ده واقول له ازيك عامل ايه واتساب. حلو. بص اول حاجه اشتغلت ايه، خد مني الرساله، التريجر اشتغل اول حاجه. بعد كده الايجنت الكبير بتاعي اللي هو مسؤول عن الاثنين ايجنت اللي هو المدير بتاعي خزن الرساله في الذاكره بتاعته، بعد كده راح يفكر بيها، بعد كده اتعامل مع الايجنت اللي هو الموظف المسؤول عن الايميلات، فاهم على طول ان انا عايز ايميل، حتى هي بص الرساله اتبعتت لي على الموبايل. بعد كده الموظف بتاع الايميلات خزن الرساله، فكر بالمخ بتاعه، عمل الرساله اللي هو الايميل. هنا اهو بص كتب ايه، بعت للايميل اللي انا قايل له عليه، كتب العنوان هلو والمسج واتساب. انا ما قلتلوش اكتب العنوان هلو، بس افهمك هو ليه عملها كده كمان شويه في الخطوات. بعت له رساله تاني، انا بقول له ايه، انا متاح النهارده من 3 ل 4. المفروض دلوقتي لو هو بيفكر صح هيروح يتعامل مع الموظف بتاع المواعيد اللي هو ده الكاليندر ايجنت. حلو. بص عمل ايه، بص الخطوات اهو. بص انا بقول له ايه، شوف انا هبقى متاح امتى النهارده، بعد كده ابعت رساله للايميل ده وقول له ان انا عندي ميعاد مهم مع عميل من الساعه 5 للساعه 5 ونص. تعالى بص كده هيعمل ايه. بص جه هنا بعت لي الايميل على طول اللي انا قلت له عليه، وبس بص كتب لي هنا ان الايميل ده مبعوث بواسطه ان ان. هوريك ازاي نبقى نشيلها واحنا بنطبق. تعالى بقى نبني الاي اي ايجنت ده مع بعض خطوه بخطوه. تعالى كده نعمل ورك فلو جديد. حلو. انا دلوقتي عشان ابني الاي اي ايجنت البسيط اللي انت تبنيه دلوقتي معايا بكل بساطه، ده هعمل ايه؟ اول حاجه هجيبها، هجيب التريجر بتاعي وهو المسج. انا دلوقتي اول ما ابعت رساله على طول التريجر هيشتغل، فده كان اول حاجه معايا. طيب تاني حاجه هجيب ايه؟ هجيب بقى الايجنت بتاعي، الاي اي ايجنت بتاعي اللي هيعرف يعمل كل حاجه، المدير بتاعي. تعالى بص كده، انا جبت اهو الاي اي ايجنت بتاعي، هخرج منه. جميل. حلو.
الاي اي ايجنت بتاعي اللي هو المدير بتاعي ده محتاج ايه؟ اول حاجه انا دلوقتي لو بعت له رساله هنا قلت له مثلا اي حاجه، تعالى بس نجيب محادثه جديده، لو قلت له مثلا اي حاجه مش هيفهمني. حلو، مش هيشتغل. ليه؟ عمل لي ايرور لان هو ما عندوش مخ. طب انا هعمل ايه؟ هضطر اجيب له مخ، تشات موديل. طيب انا لما افتح هنا الشات موديل عشان اجيب له مخ هلاقي هنا موديلز كتير جدا، انواع كتير جدا. انا عن نفسي بفضل اوبن اي اي تشات موديل. حلو. هنا اول ما تدخل على اوبن اي اي هنا هيقول لك ايه؟ credential to connect with. هتدوس هنا على create new credential. بعد كده انا دلوقتي واحد مش عارف اجيب الكلام ده منين او مش فاهم اعمل ايه هنا دلوقتي، هدوس على حاجه اسمها اوبن دوكس. حلو، هو طالب مني اي بي اي كي. هنزل على هنزل في اوبن دوكس هنا اللي هو طالبه مني للاي بي اي كيز، هدوس عليها. بعد ما ادوس على الاي بي اي كيز هدوس create new secret key. بعد كده هنا هيطلب مني اي اسم، انا هكتب له مثلا وليكن NetN. هقول له create secret key. هيروح مطلع لي هنا الاي بي اي بتاعي، اروح واخده كوبي جاي هنا على NetN عامله بيست هنا وكل حاجه تمام. انا كده عشان عندي واحد فمش محتاج دلوقتي، انا بس بوريك انت تعمله ازاي. هاجي هنا عند تاني حاجه عندي الموديل، بيقول لي ايه؟ انا عندي هنا كذا موديل. طيب انا الموديلز ده ايه؟ الموديلز ده انا دلوقتي كل موديل ليه المزايا بتاعته وليه الحاجات المميزه فيها. انا طبعا هستخدم ده المدير فانا لازم اديله احسن حاجه وافضل حاجه، فهستخدم تشات جي بي تي 5. تعالى كده اجيب تشات جي بي تي 5 اهو. حلو، انا جبت له شات جي بي تي 5 لان ده المدير. وهفهمك كمان شويه ايه الميزه انك تدي لكل اي اي ايجنت موديل معين، لان المدير مش هتديله يعني انا دلوقتي عندي اللي هو الايجنت الكبير، مش هديله موديل، مش هديله حاجه مخ يفكر بيها زي الموظف. تعال افهمك. انا دلوقتي اديت له جي بي تي 5، ده احسن حاجه موجوده دلوقتي. حلو، انا جبت له اول حاجه كده ايه؟ المخ بتاعه. تاني حاجه اجيب له الذاكره بتاعته اللي هيفكر بيها، انا هجيب له سيمبل ميموري عادي، ذاكره بسيطه جدا مش محتاجه فيها اعدادات كتير. بس هنا معموله 5. طب ايه 5 دي؟ 5 دي هو معاك لحد 5 رسائل فاتوا. يعني انت مثلا لو بعت له 6 رسائل هو بينسى الرساله الاولى، هو معاك لحد 5 فاتوا بس. لو بعت له 7 ينسى الثانيه والاولى، بعت له 8 ينسى اول 3، فهو معاك لحد 5 بس. انا ممكن دي اخليها 20 30 براحتي، بس انا عادي سايبها 5 لان انا كده كده مش هبعت له اكتر من 5 دلوقتي. حلو قوي. نيجي بقى هنا ايه؟ عند السحر. ايه السحر هيحصل فين؟ التول دي. ده بقى الجديد اللي اتضاف في انت ان. انا هبحث عن حاجه اسمها اي اي ايجنت تول. حلو اهي. ده الموظف بقى. انا دلوقتي قلت لك من شويه ان ده المدير بتاعي، ده الموظف بقى. ده المدير، ده الموظف. حلو، انا دلوقتي هحط ده تحت كده هنا. ده اول موظف عندي انا جبته، والموظف ده انا عايزه امسكه حاجه معينه، وليكن نعملها زي ما عملناها في الديمو. انا هخلي الموظف ده بتاع ايميلات. حلو، تعالى كده ادخل عنده جوه. حلو، انا دلوقتي لما دخلت عند الموظف جوه غيرت بس اسم الموظف، كتبت له ايه؟ ايميل ايجنت، عشان انا بس افتكر ان الموظف ده هو المسؤول بتاع الايميلات. تاني حاجه هنا عندي في الديسكريبشن هسيبها زي ما هي كده، مش محتاجه اعدلها دلوقتي، قدام هنبقى محتاجين نعدلها وافهمك في فيديوهات جايه كتير ايه لازمتها معانا. دلوقتي انا عايز اكتب للموظف ده، اعرفه التعليمات بتاعته، الارشادات بتاعته، الحاجات اللي هو لازم يعملها يخلي باله منها. يعني بص، اشكل الموظف ده على مزاجي. انا دلوقتي مدير وعايز الموظف ده اعرفه كل خطوه وكل حاجه يعملها بالتفصيل، ايه الارشادات، ايه كل حاجه. تعالى اوريك هنعمل ايه. حلو، انا دلوقتي معايا الموظف بتاعي بتاع الايميلات، المسؤول عن الايميلات. انا دلوقتي عايز اشكل الموظف ده على مزاجي، عايزه اسيستم له دماغه، ابرمجه كده من اول وجديد. طب هعمل معاه ايه؟ هاجي هنا عندي حاجه اسمها فيكسد، عندي حاجه اسمها اكسبريشن. هخليها اكسبريشن. ليه؟ لان الحاجات الاكسبريشن دي بتخلي الحاجات اللي بتجيله لو هي متغيره يفهمها عادي، لكن فيكسد هو بيبقى الحاجات بالنسبه له اسطمبه واحده، هو فاهم كل حاجه بطريقه واحده. هتفهمها اكتر دلوقتي واحنا بنطبق. بص كده، انا هاجي هنا وهدوس على البرومت ده، هديله البرومت ده. طب ايه البرومت ده؟ ايه الامر اللي انا اديته له ده؟ ايه الارشادات دي؟ انا بقول له دورك انك هتعمل كل حاجه تخص الايميلات. المهمات بتاعتك انت هتستقبل الانبوت بتاعك، الحاجات اللي هتاخدها من المدير الكبير بتاعك اللي هو المين ايجنت اللي هو المدير الرئيسي. بعد كده عشان تكمل الطلب بتاعك او تكمل المهمه بتاعتك هتبعت ايميلات، هتاخد ايميلات، هتقدر تستقبل ايميلات. بعد كده ممكن تقدر درافت
تنشئ لي مسودات بس كده. هسيب لك برضو البرومبت ده في نفس المكان. حلو قوي. انا دلوقتي كده خلاص خلصت مع الموظف بتاعي. انا دلوقتي الموظف بتاعي الدنيا تمام معاه. طيب انا الموظف بتاعي ده مش محتاج مخ؟ اكيد محتاج مخ. يعني المدير بتاعه عنده مخ، هو هيشتغل من غير مخ؟ اكيد محتاج مخ. انا برضو هختار اوبن اي اي. انا اول ما ادخل هنا عند الموظف بتاعي، عند المخ بتاع الموظف بتاعي، اول حاجه هيطلبها مني ايه؟ كرييت كريدنشال تو كونكت ويز. انا برضو هجيب له نفس الاي بي اي بنفس كل حاجه اللي عملتها مع المدير هنا في المخ بتاع المدير هنا في الحته دي. نفس كل حاجه هديهوله هنا للموظف، اوصله بنفس الايميل بكل حاجه. حلو. طيب انا دلوقتي الموظف بتاعي ده، انا المدير كنت عاملها له هنا جي بي تي 5 اللي هو احسن حاجه. بس لو تعرف ان جي بي تي 5 اغلى شويه، غالي شويه. بس انا الموظف مش هديله عقل نفس عقل المدير، فانا محتاج اوفر في الفلوس، لان ده مهم جدا انت تتعامل مع اي عميل عشان تقدر تديله حاجه باقل تكلفه واعلى جوده. فالموظف مش محتاج عقل كبير زي المدير، هو مش بيعمل مهام كبير زي المدير ولا بيقسم الحاجات زي المدير. فانا هديله جي بي تي 4.1 ميني. ده كويس بالنسبه للدور بتاعه. تعالى كده. حلو. انا اديت له المخ بتاعه. انا محتاج له دلوقتي ايه؟ ذاكره. هديله نفس الذاكره عادي، نفس الكلام اللي قلته لك بتاع الخمس رسائل ده، هو بيفتكر لحد 5 رسائل ورا من شويه. حلو. دلوقتي ايه بقى؟ جه دور الادوات والحاجات اللي هدرب الموظف عليها. انا هنا كنت مدي المدير بتاعي اول اداه الموظف. الموظف ده بالنسبه للمدير ده اداه بيستخدمها عشان يحقق اللي هو عايزه. بس الموظف مش هيبقى محتاج موظف تاني يستخدمه. انا ممكن اخلي الموظف كمان عنده 2 موظفين، وهفهمك ده كمان شويه ازاي يبقى الموظف واحد تحت المدير وعنده 2 موظفين. بس لسه قدام شويه هفهمك الحته دي. انا دلوقتي هخلي الموظف عنده ادوات مش موظفين. حلو. طب ايه الادوات اللي انا عايز استخدمها؟ انا دلوقتي الموظف ده هو مسؤول عن الايميلات. حلو. طب تعالى كده ندور على النود اللي اسمها جيميل. ادي هي النود اللي اسمها جيميل. انا هخلي الموظف ده يعمل ايه؟ انا هخلي الموظف ده، بص، هيجي لك هنا اول حاجه credential to connect with. انت هتدوس create new credential. هتدوس على الاوث 2 ده، هتوصله بالاكونت بتاعك، هيظهر الاكونتات بتاعتك كلها هنا. هتدوس على الاكونت بتاعك وبعد كده تكمل معاهم وتدوس متابعه، وهتلاقي نفسك توصلت بيهم بكل سهوله. حلو. انا هخرج، انا كده كده موصله. هنا هتسيب دي زي ما هي اوتوماتيكلي، انا مش عايز اغيرها. هتلاقي هنا الريسورس مسج انا هسيبها زي ما هي، لان انا عايز رساله اللي يبعتها، والاوبريشن العمليه اللي هو يبعتها سند هيبعت رساله. بص بقى على اللي هيحصل دلوقتي. هنا ال2 دي بتاعت ايه؟ ال2 دي انت هتبعت لحد، مين اللي هيتبعت له؟ طب انا دلوقتي لو كتبت له حد معين هو اللي هيتبعت له، فكده هو بقى بيبعت لكل مره لنفس الشخص، وانا مش عايز اعمل كده. طب انا عايز من شويه زي ما وريتك في الديمو اقول له ابعت مثلا للشخص ده فهو يبعت. طب اعمل كده ازاي؟ هتدوس على دي، خلصت الحكايه. انا لما دوست على اللي على الجنب دي، هو كده هيفهم بكل بساطه انا عايز ابعت لمين. انا لما ابعت له في الشات واقول له ابعت مثلا لكذا، وليكن مثلا ابعت لعمر حلمي ai@gmail.com الرساله دي، هيروح فاهمها من الرساله على طول، ويروح عاملها اوتوماتيك هنا، مدخلها في الحته بتاعت التو، ويبعتها للشخص اللي انا بعته له في الرساله. زي ما شفت في الديمو من شويه، انا ما كنتش كاتب له اي حد، هو فاهم على طول من الرساله. طيب هنا العنوان. طب انا العنوان برضه مش عايز اكتبه، مش عايز كل ما اجي ابعت رساله اكتب عنوان جديد. هعملها نفس الكلام. انا لما قلت له ابعت ايميل لحد وقول له واتساب اللي هو ازيك عامل ايه او انت كويس او بتساله عن حاله، عمل ايه؟ كتب له في العنوان هنا في السبجكت هلو. تعال بص كده كتبت ايه في العنوان. كتب له هلو من غير ما انا اتكلم، من غير ما انا اقول له اي حاجه. وكتب له في الرساله اهي، كتب له واتساب. حلو قوي. طيب تعالى كده نكمل. انا دلوقتي عندي الايميل بتاعي، الايميل تايب نوع الايميل انا عايزه تكست، لان انا هبعت له تكست مش محتاج HTML، دي مش هنحتاجها دلوقتي خالص. طيب والرساله، الرساله هو برضه بيشكلها من دماغه على حسب اللي انت طالبه منه. فانا هخليها برضه الاي اي هو اللي يستخدمها، الاي اي هو اللي يتحكم في الحته دي. حلو. خلصت من اول حاجه، وان هو عرفته ازاي هيبعت الرسائل. هات لي دي كده هنا. حلو. طيب انا عايزه يبعت رسائل ويعمل ايه كمان؟ يعمل كذا حاجه كمان. طيب وليكن مثلا انا عايزه يبعت رسائل وعايزه يعمل درافت. حلو. فانا دلوقتي هخلي له هنا الريسورس ان هو يعمل درافت، يعمل مسوده.
الاوبريشن كرييت نفس الكلام هنا. الكريدنشال تو كونكت ويز هتسيبها زي ما هي، ادام انت وصلته مره خلاص دي هتسيبها برده زي ما هي. سيت اوتوماتيكلي زي ما هي، مش هتغير فيها حاجه. هنا بس هنغير الريسورس، هتخليها درافت ان هو يعمل مسوده او يبعت مسوده للشخص. وهنا الاوبريشن هتعملها كرييت لان هو اللي هيعملها. انت عندك لو فتحت هنا ممكن تلاقي ديليت جيت ميني، احنا هنعملها كرييت. تانية الحاجات التانية دي هنستخدمها تانية في حاجات تانية قدام. هنا السبجكت نفس الكلام بقى هعمله هنا. انا مش عايز اكتب حاجه بايدي، انا عايز الاي اي هو اللي يكتب. انا مش هختار اي حاجه، الاي اي هو اللي يكتب، فاعملها باختيار الاي اي. والايميل تايب هسيبها تكست. طيب حلو قوي. انا دلوقتي بقى عندي الموظف بتاعي بقى عنده عقل، عنده ذاكره، عنده الادوات اللي بيستخدمها ان هو بيعرف يبعت رسائل وبيعرف يعمل درافت. طيب انا عايزه يعمل كذا حاجه كمان. تعالى كده اجيب النود بتاعت الجيميل بتاعتي. عندي ايه؟ انا ممكن اخليه يعمل ايه كمان؟ حلو، انا ممكن اخليه يستقبل رسائل. حلو، هجيت ميني دي، شايف ايه الفرق ما بين جيت وجيت ميني؟ جيت ميني دي بتجيب رسائل اكتر، فيقدر يجيب رسائل كتير. حلو. طيب انا دلوقتي هسيبها زي ما هي، الكريدنشال تو كونكت ويز نفس الاكونت. هنا برضه سيت اوتوماتيكلي الريسورس مسج وجيت ميني. طيب هنا الليميت هو يقدر ياخد كام رساله؟ انا هخلي الاي اي برضه هو اللي يحدد على حسب الطلب اللي انا طالبه له في المسج. يعني على حسب الرساله اللي انا ببعتها له هو اللي هيحدد كل حاجه، هي اللي هتتحدد بواسطه الرساله اللي انا هعملها له. الاي اي هيفكر، المخ هيفكر ويبعت له كل حاجه زي ما شفت من شويه. حلو قوي. انا دلوقتي كده خلصت اول موظف عندي. اول موظف عندي بقت الدنيا تمام. بس لو خدت بالك من حاجة، المدير عندي هنا بتاع الموظفين اللي هو الاي اي ايجنت الكبير احمر. طب ليه احمر؟ كده في مشكلة جوه. ادام هو احمر يبقى في مشكلة جوه. طيب انا هعمل ايه معاه؟ هو اكيد دلوقتي محتاج برضه ارشادات، لان المدير زيه زي الموظفين محتاج ارشادات يمشي عليها. فانا هدخل هنا عند السيستم مسج واعرف المدير ايه وظيفته وايه دوره. فهاجي هنا عند اكسبريشن. حلو، وادوس عند السهم ده. هو مكتوب ايه هنا؟ you are a helpful assistant. دي كويسة، بس انا عايز اعرفه برضه دوره اكتر. تعالى كده. حلو، انا المدير قدامي اهو. انا دلوقتي بقى زي ما انا بشكل الموظف على مزاجي، انا اقدر اشكل المدير على مزاجي. ما انا صاحب الشغل دلوقتي، اقدر اشكل الموظف والمدير على مزاجي. بص كده انا هكتب له ايه. انا كتبت له اول حاجه الدور بتاعه، بقول له ان انت مساعد شخصي ليا، هتساعدني في الكالندر بتاعتي، في المواعيد بتاعتي وفي الايميل وفي كل حاجه. بقول له ايه المهام بتاعتك، انت هتاخد مني رسائل، بعد كده تشوف مين الموظف المناسب للمهمه دي او للرساله دي وبعد كده تبعتها له. بعرفه ان هو هيستخدم حاجات لجيميل ايجنت اللي انا وريتها لك من شويه، اللي هو الموظف اللي اسمه جيميل، وتعرفه ايه الحاجات اللي مطلوبه منه. هتستخدم حاجات زي الكالندر، الموظف بتاع المواعيد، وتعرفه كل الحاجات اللي مطلوبه منه. وبكل بساطه فهمته ايه اللي هو الدور بتاعه وايه الحاجات اللي لازم يمشي عليها. نفس البرومت هسيبه لك برده في نفس المكان مع الورك فلو كامل والاي اي ايجنت ده كامل. طيب تعالى كده. بص هو احمر ليه؟ عشان انا كنت بعت له رساله وهو ما فهمش الرساله. تعالى كده اخد الرساله دي وابعتها له تاني. هتلاقي دلوقتي الدنيا بقت تمام اهو. الدنيا اشتغلت وكل حاجه واخضر اهو، الدنيا بقت كلها كويسه جدا ومفيش اي حاجه. هو ما استخدمش دلوقتي الموظف بتاع الايميلات. ليه ما استخدمش الموظف بتاع الايميلات؟ لان انا ببعت له رساله بقول له هاي ازيك عامل ايه. هو مش محتاج دلوقتي الموظف يديله اي مهمه يسندها له يعملها. حلو قوي. طب انا دلوقتي عملت اول موظف بتاعي، عملت اول حاجه عملت المدير بتاعي. بعد كده عملت للمدير موظف يستخدمه. بعد كده المدير اديت له كل الادوات الموظف اديت له كل الادوات اللي هيستخدمها. اديت له اول حاجه الذاكره اللي هيفتكر بيها، اديت له العقل اللي هيفكر بيه، واديت له الادوات بتاعته اللي هيقدر يستخدمها. حلو، ده اول موظف عندي. تعالى كده نجيب بقى تاني موظف، وليد. اول حاجه انا هجيب هنا الاي اي ايجنت تول. حلو، بعد ما اجيب الاي اي ايجنت تول، هي فين اهي. اول ما اجيب الاي اي ايجنت تول بعد كده ادي للاي اي ايجنت تول ده الجوجل كالندر. عشان دلوقتي اول حاجه بعملها انا عندي الموظف ده، تاني موظف انا بجيبه. بعد ما بجيب تاني موظف بعرفه بقى ايه اللي هو يعمله. ما ينفعش اعرفه ايه اللي هو يعمله من غير ما اجيبه اصلا ذات نفسه. فانا جبت كده تاني موظف. نفس الخطوات بكل بساطه. اول حاجه هعملها هنا المخ بتاعه.
انا جبت له المخ بتاعه، اسيب كل حاجه، اسيب له نفس الموديل بتاع المخ بتاعه، بتاع المخ بتاع الموظف التاني، مش هديله مخ اعلى. وتاني حاجه هجيب له الذاكره بتاعته، نفس الذاكره. حلو. بعد كده بقى ايه الادوات بتاعته؟ تعالى بقى نختار الادوات بتاعته. حلو. انا دلوقتي بقى هدور على الادوات اللي هديها للموظف بتاعي. فانا عايزه يستخدم ايه؟ عايزه يستخدم الكالندر. تعالى كده، انا هخليه يستخدم ده الموظف بتاع المواعيد. اول حاجه هيجيب لي الكريدنشال تو كونكت ويز، دي زيها زي الايميل بالظبط. هتدوس كريت نيو كريدنشال، بعد كده تعمل ساين ان ويز جوجل، هيظهر لك الايميلات بتاعتك هنا، تختار الايميل بتاعك وبعد كده تكمل معاه. فدي سهله جدا. بعد كده هتجيب التول ديسكريبشن، هتسيبها سيت اوتوماتيكلي زي ما هي. الريسورس ايفنت والاوبريشن كريت، دي معناها ايه؟ دي معناها ان انا عايزه لما اقول له يعمل لي ميعاد في وقت معين يعمله على طول من غير ما يفكر. حلو. ليه الريسورس هنا ايفنت؟ هو هيضيف حدث. والاوبريشن كريت عشان هو اللي هيعمله، هيخلقه او هينشئه. بص كده، هنا عندي هنا الكالندر، اجيبه منين؟ انا هختار اي واحده من اللي عندي. يعني انا هجيبها مثلا من الايميل بتاعي. انا اخترت بتاعت الايميل بتاعتي اللي هو الكالندر بتاعتي اللي هيستخدمها، المكان اللي فيه المواعيد اللي هيستخدمه. حلو. والستارت هنا هتبقى ناو، يعني هيبتدي الاحداث من اول دلوقتي للنهايه بتاعته لحد بعد ساعه. حلو. انا ممكن اخليها بعد اسبوع عادي ولا اي حاجه. تعالى بص كده، انا ممكن اخليها بعد اسبوع. حلو. دلوقتي بقى معاه احداث من دلوقتي، انا مديله صلاحيه ان هو يبدا من اول دلوقتي لحد بعد اسبوع. انا ما كتبتش كود، هو الكود مكتوب كده كده، انا بس كده مسحت كلمه اور وكتبت ويك. حلو. ده اول. تعالى بقى اوريله تاني اداه هيستخدمها. انا مثلا هقول له ايه؟ هات لي نفس الكلام كالندر. حلو. حلو. انا اول حاجه خليته يعمل مواعيد. اول حاجه خليته يعمل مواعيد. طيب انا ممكن اخليه يعمل ايه تاني؟ انا ممكن اخليه يجيب لي مواعيد. حلو. فهقول له جيت ميني دي. انا لما اقول له جيت ميني دي، هو بعد كده هيجيب لي مواعيد. نفس الكلام، هحط نفس الايميل بتاعي، نفس الحاجات اللي فوق دي هي ثابته. حلو. هاجي هنا عند الليميت، هو دلوقتي هيجيب لي كام ميعاد. فانا دلوقتي هقول له على حسب مطلوب، يعني على حسب ما ابعت له في الرساله. الاي اي يفهم يبعت له على طول، المدير يفهم على طول اول ما ابعت له يروح على طول جايب لي المواعيد على حسب ما انا طلبت منه. فانا هخليه يفهم من الاي اي. جميل. وهخرج كده واسيب كل حاجه زي ما هي. تمام. هاخد كده هنا. طيب انا دلوقتي بقى عندي موظف تاني، يعني غير الموظف الاولاني، عنده مخ، عنده ذاكره، بيعرف يعمل مواعيد، بيعرف ياخد مواعيد. طيب انا عايز اشوفه يشوف انا متاح امتى. يعني انا عايزه يعرف انا متاح امتى. استنى كده. لا لا، دي اتضافت غلط. حلو. تعالى كده نضيف تول تاني. انا نفس الكلام هجيب الكالندر بتاعي. حلو. انا عايز اشوف انا متاح امتى. فانا هدخل هنا، اول حاجه هتبدا هتربطها زي ما هي، زي ما كنت رابطها في الاتنين اللي فاتوا. نفس الكلام هتسيب دي زي ما هي. والريسورس انا بقى هخليه يدخل على الكالندر بتاعتي. الكالندر بتاعي والاوبريشن بتاعه اللي هو العمليه اللي هيعملها، هيشوف انا امتى متاح. دي معناها ان انا هيشوف انا امتى متاح. حلو. بعد كده هجيب له برضو نفس المكان اللي هياخد منه الحاجات، اللي هو الفروم ليست، الليسته اللي هياخد منها الحاجات عندي اللي ربطتها مع الاتنين اللي فاتوا. نفس الكلام هنا هسيبهم زي ما هما. وانا ممكن برضو دول اخليهم ان هو يفهم من الاي اي عادي. انا عايز امتى، ما انا اهو. تمام. واهو كده هيفهم لما ابعت له رساله من الاي اي. الدنيا بسيطه جدا. طيب انا دلوقتي بص، هو محمر هنا. ليه محمر؟ محمر لسبب بسيط جدا، ان انا ما عرفتوش التعليمات بتاعته. طيب هو لازم ياخد تعليمات، انا هكتب له التعليمات بتاعته. أنا دلوقتي هدخل على اكسبريشن زي ما وريتك في الثلاث امثله، في المثالين اللي فاتوا، ده ثالث مثال. هدوس هنا على دي، على السهم ده، وادي له التعليمات بتاعته. انا بقول له ايه؟ بقول له انت هتشوف انا متاح امتى في اليوم. حلو. وعلى حسب كده هتروح تستخدم التول المناسبه. يعني مثلا انا لو متاح الساعه 2 النهارده، انت على طول هتروح تكتب لي او تشوف او تخرج لي الاجابه بتاعتك ان انا متاح في الوقت ده عادي. زي ما شفت في الايميل في الديمو واحنا بنبعت، لما قلت له هل انا متاح النهارده، قال لي اه انت متاح طول اليوم. فده معنى البرومبت اللي انا مديهوله او الارشادات اللي انا مديها له. نفس البرومبت ده هسيبهم لك برضو مع الاي اي ايجنت والبرومبتس اللي فاتوا في نفس المكان.
تعالى كده كل حاجة تمام بالنسبة لي، كده كل حاجة ماشية تمام. تعالى بقى نجرب. انا دلوقتي عندي اهو، تعالى اشرح لك كده بكل بساطة احنا عملنا ايه. احنا اول حاجة عملنا المدير بتاعنا اللي هو فوق هنا. اول حاجة خالص، تعالى بقى هاتلي من الاول خالص. انا اول حاجة عملت التريجر بتاعي، الرسالة. اول ما ابعت رسالة الدنيا تشتغل. بعد كده جبت المدير بتاعي، اديت له اول حاجة ذاكرة، اللي هي الذاكرة دي اللي انا ماسكها دي. بعد كده اديت له مخ يفكر بيه، واديت له مخ احسن من الموظفين. انا اديت له جي بي تي 5 ده احسن بس اغلى. ليه؟ لان هو المدير. بعد كده جيت للموظفين هنا. اول موظف عندي هنا بتاع الايميلات، كتبت له ان هو اسمه ايميل ايجنت. بعد كده اديت له الذاكره اللي هيفكر بيها، اديت له المخ اللي هو محتاجه، وعرفته ايه الحاجات اللي هو هيستخدمها، ايه الادوات اللي هو هيستخدمها. عرفته ان هو هيبعت ايميلات، عرفته ان هو هيعمل مسودات، عرفته ان هو هيستقبل ايميلات. تاني موظف عندي هنا، تعالى كده نسميه. انا دخلت للموظف ده كتبت له ان هو اسمه كالندر ايجنت، يعني هو الموظف المسؤول عن المواعيد بس عشان افتكره. حلو. فالموظف التاني بتاعي ده وريت له ان هو ليه مخ برضه، واديت له برضه نفس الكلام، مخ زي الموظف التاني، ما اديتلوش مخ زي المدير. اديت له الذاكره اللي هيفتكر بيها. عرفته ان هو هيعمل مواعيد، هيكريت مواعيد، هينشئ مواعيد. عرفته ان هو هيستقبل مواعيد، وعرفته كمان ان هو هيشوف انا متاح امتى. حلو. مبروك، لانك دلوقتي بنيت بايدك اول مالتي ايجنت سيستم بيشتغل، بيخلي الشغل اسرع واوضح من اي وقت فات. لو الفيديو ده فادك ما تنساش تعمل لايك وتشترك عشان تشوف كل الشروحات الجايه.